بما ان احنا داخلين على امتحانات فاحب اقولك الف مبروك، وعلشان كده احنا لازم نبطل مرقعه. سامعني؟ شايفاك على فكره قاعد على الفيس والواتس. اقفل الحاجات دي ويلا بينا نشوف حل في المصيبه اللي احنا فيها دي. اول حاجه النوم مهم جدا يا شباب. الناس اللي بتنام 3 و4 ساعات في اليوم ده غلط. الفتره دي مهمه جدا، فاحنا عايزين منك حاجتين: النوم والتركيز. تخيل كده اول لما بتصحى وانت بتكون مش فايق اصلا وعايز تفهم وتذاكر ازاي. حرفيا انت بتضيع في وقت على الفاضي ومش بتفهم، فروح كمل نوم احسن. النوم مهم جدا لانه بيرسخ المعلومات اللي انت اتعلمتها طول اليوم في الدماغ. ويا ريت تحرص على النوم من 7 ل 8 ساعات، ويا ريت تكون فترة المذاكرة بتاعتك الصبح. ويا سلام تصلي الفجر وتقعد كده على المكتب بتاعك وتتوكل على الله. 2، تقسم وقت المذاكرة بتاعتك. فترة التركيز القصوى بتتراوح من 25 ل 30 دقيقة. لازم انك ما تتعداش فترة المذاكرة بتاعتك ل 30 دقيقة. خد استراحة او بريك لمدة 5 ل 10 دقايق. تجنب في البريك انك مثلا ما تمسكش الموبايل وتتصفح على الفيسبوك او اي موقع سوشيال ميديا، ده بيضيع وقت وتشتت انتباهك، وتقعد بعد ما كانوا 10 دقايق يبقوا ساعة، ساعتين، 3 وهكذا. الفترة دي مهمة جدا، فحرام عليك يا اخي، ما انت طول السنة عمال تتمرقع وما جاتش على الكام يوم بتوع الامتحانات. ربنا يهديك وتنجح. قول يا رب. هو انا ليه حسيت ان انا بقيت ماما مرة واحدة؟ يلا نرجع. تالت حاجة، تخصص مكان للمذاكرة، وده أهم حاجة. ماله المكتب مزعلك في حاجة؟ والله الجو برضه مش هقدر أقعد. طب ما ده هو المطلوب. عايزاني أتلج؟ حرام عليك. مش أنا ده الامتحانات والله. أنا عايزاك تتلج عشان على طول تفضل مركز، مش تعملي كهف في السرير وتستخبى وتنام. واحذر وحط عليها 3 خطوط: تجنب المذاكرة على السرير، اللهم بلغت اللهم فشل. رابع حاجة، التعليم الفعال. قبل ما تبدأ في المذاكرة صفح الكتاب واقرا العناوين والصور عشان تتكون تساؤلات في دماغك. ده بيخلي دماغك بيبحث عن إجابة، وبيجعل الموضوع اسهل في استقبال المعلومات بشكل عشوائي. الفهم ثم الفهم، ده اهم حاجه. انا مش عايزه حاجه منك غير ده، اصلا ده اللي بينجح. 6، الشرح للاخرين. افضل طريقه لتعلم اي شيء هو انك تشرحها لشخص تاني. شارك ده مع اصدقائك او حتى اشرح لنفسك بصوت عالي. الطريقه دي جميله وبتخليك تنتبه للمعلومه اكتر، بالاخص مع اصحابك بتفرق جامد. 7 حاجه، الاستذكار. ده بيساعدك في تحسين الذاكره وتسهل تذكر المعلومات الصعبه. والمذاكره الورقيه دي حلوه لو عايز تحفظ بسرعه. في طلبه كتير بتعمل كده وانا كمان. اصل ما تبقاش مذاكره من غير الشخبطه على الورق والكتابه بالالوان. ويا ريت تطبع المحاضرات والملفات والمذاكره على الورق احسن من الشاشه. تامن حاجه، الغاء المناسبات العائليه والافراح في الفتره دي. ومش معنى ان قلت لك الغي المناسبات العائليه انك تفتح التليفون وتعيش حياتك على السوشيال ميديا. انا بقول لك تقفل وتلغي اي حاجه تشتتك في الفتره دي. في ناس تقول لي انا بذاكر من على التليفون. كده بقى انا وانت بنضحك على بعض. مفيش حاجه اسمها مذاكره على التليفون. زي ما قلت لك المذاكره بالورق احسن بكتير. ملخص سريع كده على الموضوع: 1، النوم الجيد. 2، تقسم وقت المذاكرة بتاعتك. 3، تخصص مكان للمذاكرة. 4، التعليم الفعال. 5، الفهم. 6، الشرح للآخرين. 7، الاستذكار. 8، إلغاء المناسبات العائلية والأفراح. يعني لو عملت اللي أنا قلت لك عليه أضمن لك إنها تكون كده في الفاينل. ونختم بقى بالجملة الشهيرة اللي بتتقال في نهاية ورقة الامتحان بعد ما بتعرفش تحل ولا سؤال: والامتحان بيكون نار بين قوسين بالنجاح والتوفيق. وانا بقول لك نفس الجمله دي وسلم لي على الشهداء اللي معاك بعد ما تطلع النتيجه. ما تنساش بقى تعمل لي اللايك والاشتراك. بعد ما نكدتي علينا